السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ معكم خديجه. كنتمنى تكونوا بالف خير، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. ان شاء الله اليوم رجعت لكم فيديو جديده غادي دوزوا معايا فيها هذا الصباح هذا كيف ما تعودتوا معايا. المهم هنايا بديت لكم من الفطور، كنت هكا كنوجد الفطور ديالي. راكم عارفين ما كنفطرش بكري. المهم الوقيته اللي كيكون كيفطر ولدي وراجلي مع 7:30 هكاك ما كنفطرش انايا، ما تيبغيش يدوز ليا، واخا كيمشي ولدي من المدرسه وكنرجع انا للدار، يعني نقضي شحال من حاجه ما كنفطرش، يعني حتى 9:30 10 عاد كنفطر، ما كيبغيش يدوز ليا ديك الساعات. المهم هنايا درت غير كاس ديال الحليب هكا بالشوكولا، وخديت حريشات هما اللي كانوا عندي غادي سخنتهم هكا في الاله ديال البانيني، وغندير فيهم حتى هما يا الشوكولاط، غندهنهم هكا بالشوكولا والفرماج المهم اللي متوفر. وغادي ندير حتى كونفليكس مع الحليب. هادشي هذا هو الفطور ديالي. المهم هاد النهار هذا ما كانش عندي بزاف ما يدار، غادي نوجد معكم الغدا وغادي نجمع الدار شويه، عندي مسيح ديال الغبره وشي حاجه هكا. ما غنعجنش الخبز لانه الخبز باقي عندي في المجمد، غادي غير نخرجو هكا ونسخنو صافي. هادشي اللي كاين، ما صراحه ما عنديش بزاف ما يدار هاد النهار هذا. صافي من بعد ما فطرت دزت مباشره باش غادي نوجد الغديوه. الغدا قلت ان شاء الله غادي ندير طويجين ديال الحوت واحد الطاجين اللي كيجي بنين البنات، غادي نشارك معكم الطريقه ديالي. المهم هنايا خديت الربيع انا كندير كميه شويه كثيره لانه كيعجبني يعني الحوت يكون مشرمل مزيان. المهم هنايا درت كميه كثيره شويه تاع القزبر ومعدنوس، درت نص معلقه تاع الابزار، معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، غندير معلقه صغيره ديال التحميره. شكون اللي دائما كدير يعني هكا كتخوي واحد نص معلقه، وعاد باش كتقول لها راه ما كافياش كتزيد ثاني نص معلقه، زعما داك الزياده اللي غتزيد هي اللي غادي تكمل لها داك العبار اللي هي راه باغا. المهم راه قياس معلقه صغيره اللي كندير. هنايا نص معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي ندير معلقه صغيره ديال الكمون. هنايا عندي 3 ديال الفصوصات ديال الثوم، غادي نحكهم مزيان في هذه الحكاكه هذه، وغادي نضيفهم حتى هما على هاد الشرموله هذه. غادي نضيفو عصير ديال نصف حامضه، الحوت كيبغي الحامضه البنات مزيان. المهم هنا غادي نعصر هاد نص حامضه مزيان، وغادي ناخذ حتى داك اللب ديالها ديال الداخل. غادي نزيد زيت الزيتون حتى هي ولا زيت العود. غادي نضيف قياس نص كاس تاع الماء لهاد الشرموله هادي، غادي نحركها هكا مزيان، وغادي نضيف الحوت ديالي فهاد الشرموله باش يتبل لينا مزيان بهاد التوابل هادو اولا بهاد الشرموله هادي تشربها مزيان. غادي نخليه واحد شويه فيها على ما نوجد هكا الطاجين والخضر اللي غادي نحتاج ليها في هاد الطويجين هذا. بالنسبه لهاد الحوت البنات هذا ديال الفرخ راه معروف اللحيمه ديالو كتكون رطيطبه، كيجي زوين هكا في الطاجين، وحتى الا بغيتو تقليوه كيجي مزيان. صافي هنايا خديت طويجين، درت فيها واحد الرشيشه تاع زيت الزيتون، وغناخذ الخضره اللي قطعتها من قبل. هنايا خديت البصله اللي قطعتها لشرائح طويله، غنفرشها هكا لتحت، وغنزيد عليها هكا الجزر اولا خيزو حتى هو اللي قطعته طويل. من بعد مرات كندير حتى البطاطا على حسب ولدي هكا باش ياكل ليا الخضره.
وفي بعض المرات عاوتاني ما كنديرش كاع الخضر، يعني كندير غير دوك العويدات ديال القزبر والمعدنوس، كنفرشهم هكا في الطاجين من التحت باش حتى داك الحوت ما كيلصقش ليا. المهم كل مره واشنو تندير. اليوم درت غير بصله والخيزو. صافي غادي نحط هكا الحوت ديالي من الفوق، وغادي نزوق هكا غادي نزوق بالفلفله ومطيشه والحامض وصافي. يعني هذا هو الطويجين. كلكم كنظن كتعرفوا ديروا هكا طويجنات تاع الحوت. انا كيعجبوني هكا الطواجن ديال الحوت، كيجيوني يعني بنان وما عرفتش، المهم كيحمقوني انا هكا الطواجن ديال الحوت، خصوصا ملي كيكونوا يعني ديك المريقه ديالهم خادره ومحمضه شويه. صافي هنايا زينتو هكا من الفوق هكا بمطيشه والفلفله، وغناخذ هذيك الشرموله اللي بقات ليا غادي نديرها من الفوق، وغنشلل شويه، غنضيف شويه ديال الماء مازال باش ما تضيعش ليا ديك الشرموله اللي غتبقى ليا هكا في هذاك الاناء. غادي نضيفها هكا في الجوانب. صافي هذه هي المريقه اللي غادي نضيف. ما غنضيفش ليه مازال الماء، صافي غنشعل العافيه وغادي نخليه يطيب على نار مهيله حتى يطلق دوك الخضر، يطلقوا الماء ديالهم والحوت حتى هويا. ما غاديش نبقى نضيف له نهائيا الماء حتى الاخر، حتى يقرب يعني يطيب. وغندوقو الا خاصه شويه ديال الملحه هكا نزيدها ليه، ما خاصهاش صافي. المهم هذا هو الشكل ديال الطويجين. واحد رشيشه تاع الزيت من الفوق. انا راه كنستهلك زيت الزيتون بزاف، كيجيني زعما راه الا طيبت بزيت الزيتون وكثرتها راه زعما الطياب غيجيبني صافي خليت الطبيجينه ديالي كطيب ودزت هكا باش نجمع الدار شويه ونمسح شويه الغبره. بديت هكا بيت الكلاص هي الاولى، لانه هي اللي مشى قلبه ومرونه كيف ما تيبان لكم. راكم عارفين بيتها تاع الكلاص مع الوليدات. صراحه من قبل كنت دائما كنجمعها قبل ما ننعس، باش هكا كتصبح ليا الدار مجموعه وكتبقى ليا غير ديك الكوزينه ولا شي غدايله عندي ولا شي صابون الا كاين صافي، وكنرتاح يعني ما تيكونش عندي بزاف ما يدار. ولكن مؤخرا مع وليت انا كنسهر بزاف، فكنبقى حتى لواحد الوقت معطله في النعاس، كنعجز اني نجمعها بالليل مازال نبدا نضرب في المخاد ونقادهم. هذا علاش وليت كنخليها حتى للصباح. المهم صافي هنايا قاديت هكا غير هذا مشات ليا المهم قديت هكا غير السدادر وصافي، والمخدات حتى هما طبطبت عليهم شويه ومسحت هكا شويه الغبره الطبله. المهم كلشي كيبان لكم في الفيديو واضح. المهم مسحت غير شويه وصافي.
وهذه هي الحاجه اللي كتعجبني من بعد ما كنطرف هكا بيت الكلاس وكنشعل هاد الشميعه هادي وكندير هاد الزيوت العطريه هادو اللي كيخليو واحد الريحه غزاله هكا في الدار. كنحس صراحه بواحد الطاقه ايجابيه وواحد النشاط، لانه داك المجهود اللي بذلته ملي كنشم ريحه هكا غزاله في الدار كنحس براسي يعني ما مرتاحه نفسيا. واخا عارفه راسي هادشي ما غاديش يبقى هكا، غيجي ولدي وغيرون كلشي، ولكن ماشي مشكل. صافي هنايا دزت كنمسح هاد الديكورات هادو حتى هما هادو ما كنمسحهمش يعني يوميا، مره في الاسبوع كنمسح هادشي هكا اللي تيكون بالنسبه لهادشي اللي تيكون هكا بعيد. كنخصص ليه نهار في السيمانه كنمسح هادشي كامل، خصوصا الحاجه اللي كتكون هكا بعيده. اما داكشي اللي تيكون هكا حدا عينيا راه ضروري هذاك الشيء ما كتمسحوه يعني مره ولا نهار نهار لا. المهم انا كنهضر على داكشي اللي تيكون هكا بعيد كندير له نهار في الاسبوع، وما كيكونش عندي شي تنظيف اخر، يعني ما كيكونش عندي شي حاجه اخرى اللي غتشد ليا يديا. صافي هنايا دزت للطبله حتى هي ديال المراه حتى هي كنمسحها، وهذاك البلاكار ديال الاحذيه عزكم الله حتى هو نمسحوها كمسحه خفيفه. بما اني جبدت هذا الشيء جبدته فكندوز على كل شيء دقه واحده وكنتهنى. غادي نمسح المرايات حتى همايا، وغادي ننظف هذاك الساروتي ديال الضو ما غاديش ننساه، لانه بزاف منا كينساوهم وهما اللي كيكونوا اكثر عرضه للاوساخ، وإلا بقى فيهم داكشي وقدام يعني كيجيونا صعاب باش ننظفوهم. صافي غادي ناخذ ديفيزور حتى هويا هذا المعطر نقلب له هاد العويدات لانهم كيكونوا تشربوا المعطر باش هكا تبقى. صافي هنايا كانت بقات ليا غير المرايه نمسحها وغنكون ساليت لانه الصالون كان مجموع، ودوزت واحد الجفيفه خفيفه على الدار. هادشي كامل تقريبا شي ساعه تاع المكانه، يعني ماشي شي حاجه كثيره، يعني ما خداش مني وقت بزاف. وغير حنايا في طبيعتنا كنعكزو هكا مره ما كنغمضوا عينينا واخا الحاجه تكون قدام عينينا، ولكن راه صعيبه غير البدايه، راه غير غتبداو وصافي غتلقاو راسكم يعني كلشي طرفتو وقاديتو ومسحتو كلشي وغادي يعجبكم الحال في التالي. المهم ملي جيت طليت هكا على الطويجينه لقيتها طالقه الماء، لانه ديك الخضره والحوت حتى هو يطلق الماء ديالو. غادي نخليه هكا يتشرب شويه باش تختار ليا ديك المريقه. صافي هنايا كنشوف الحوت هكا لقيتو راه طايب، الخضيره حتى هي طايبه. صافي المهم غادي نتسنى عليها واحد شويه حتى تختار ليا ديك المريقه، وغادي ندوزو باش غادي نتغدى. صافي غنقول لكم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم البنات، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشجعوني بلي لايك ديالكم وباشتراك في القناه، وما تنساوش تخليو لي التعاليق ديالكم اللي كنجاوب عليها كامله. تهلاو ليا فراسكم، تلاقاو في فيديو